وتاني يوم بدري كلهم بيروحوا لمكان الباص، ولما بيشوف ستيفن إيما بيسلم عليها، وليزي بتقول لها إن هي لازم تستغل الرحلة علشان تقرب منه أكتر. ولما بيوصلوا الفندق بيقول لهم المدرس اللي النهاردة أجازة، وبيقول لهم إن هم ممكن يتفسحوا ويعملوا اللي هم عايزينه علشان يبدأوا المشروع من بكرة. وفعلا البنات كلهم بيجهزوا علشان ينزلوا حمام السباحة، وبيفضلوا كلهم يهزروا ويلعبوا في المية. وإما بتكون مع ستيفن وبتلاحظ إن ديم بيبص عليها، وبتلاحظ إن هو واقف لوحده دايما. وتاني يوم الطلبة كلهم بيبدأوا في مشروع التخرج بتاعهم، وبالليل واحدة من البنات بتقول لهم إن ستيفن أجر يخت وعازمهم كلهم علشان يطلعوا رحلة في البحر، وبتقول لهم إن هم عاملين حفلة لحد الصبح. وفعلا كلهم بيقرروا يروحوا الرحلة، لكن إيما بتكون رافضة في الأول لحد ما البنات بتنجح إنهم يقنعوها تروح معاهم. وأول لما بيطلعوا المركب بيلاقوا الحفلة شغالة، وبتقول ليزا لإيما إن هي لازم تدور على ستيفن علشان تسهر معاه. ولما بتروح إيما علشان تدور عليه بتلاقيه واقف مع واحدة تانية، فبتتضايق جدا وبتمشي. وديم بيكون قاعد وشايف اللي حصل، فبيسألها لو كانت بتدور على حد، لكنها بتكون متضايقة جدا ومش بترد عليه وبتمشي. وبسبب إن مفيش حد من المدرسة بلغ الشرطة عن الحفلة، وبسبب الصوت العالي بتيجي الشرطة وبتطلب من الطلبة إنهم يوقفوا الحفلة. وكلهم بيخافوا جدا بسبب المشروبات اللي معاهم، ولأن كلهم تحت السن القانوني. ولما بيحاولوا يستخبوا من الشرطة إيما بتقع في المية غصب عنها، ولما بيشوفها ديم بيقرر إنه يروح وراها علشان ينقذها. وفعلا بيوصل لها وبياخدها من المية وبيطلعها على قارب النجاة اللي مربوط في المركب. وبعدها بتطلب منه، هي خايفة إنهم يرجعوا للمركب، لكن ديم بيقول لها إن هو لازم يستنى لحد ما الشرطة تمشي، لأن والده لو عرف إن هو اتورط في مشاكل تانية الموضوع مش هيعدي. وبيفضلوا على قارب النجاة لحد ما بتيجي عاصفة قوية جدا، والجو بيتحول فجأة لحد ما العاصفة بتبعدهم عن اليخت بتاع الرحلة، فبيضطروا إنهم يغطوا نفسهم علشان العاصفة. وبعدها المية بتاخدهم لمكان بعيد. ولما كل الطلبة بيرجعوا الفندق بيكتشفوا إن إيما ما رجعتش معاهم، ولما بتسألهم المدرسة عن المكان اللي ممكن تكون فيه محدش بيعرف. وبيكتشفوا كمان إن ديم لسه ما رجعش ومحدش بيكون عارف مكانهم. ولما بيطلع النهار بيصحى ديم وإيما وبيكتشفوا إن المركب اختفى،